السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتوني قوي يا اغلى المتابعين ليا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. هنتكلم النهارده يا حبايبي على الاقربون اولى بالمعروف. بنتكلم على ان ايه يعني المفروض اي حد ناوي يطلع حاجة لله، او ناوي مثلا يشوف حد مثلا محتاج او كده. هي ده مفروض يحصل، سواء بقى كان قريب او غريب. بس هو يعني الاقربون اولى بالمعروف. يعني ايه؟ انتوا تشوفوا مين قرايبكم محتاج وتطلعوا له الحاجة دي، وبعد كده برضو تبص على البعيد. يعني احنا برضو او الغريب، مش معنى كده ان احنا نبقى انانيين ونبص مثلا على القريب بس ولا لا ادي القريب بس وقريبك بس اللي اقرب منك. لا، برضو المفروض لو في حد غريب اديله برضو. يعني مش هينفع ان احنا نقول ادي بس للقريب بس، يبقى احنا كده برضو ايه، طماعين وانانيين. ما ينفعش طبعا. يعني المفروض الواحد يعني زي ما يحب الخير لنفسه يحب الخير للناس. بس احنا بنتكلم في ان في ناس تحب يقول لك مثل كده، بيقول لك زي القرع يمد لبره. يبقى عارف ان قريبه ده حالته لا تسر عدو ولا حبيب، وان عليه اقساط وديون وحاجات والحاجات دي بتسبب على فكرة مشاكل أسرية. يعني طول ما بيبقى فيه ديون في البيت وحاجات من دي، ممكن تخلي الزوج مثلا ايه يتخانق مع زوجته، ويبقى فيه خلاف، ويبقى فيه مثلا مشادات بينهم. ده نظرا يعني لايه للظروف اللي هم بيمروا فيها. فانت لما هتساعد قريبك ده وتحل عنه من ديونه او تقف جنبه في ظروف معيشته اللي هي مش ولا بد ولا كده، ده مش هيقل منك. فعايزه يعني اقول لكل واحد اللي المفروض اللي شايف ليه قريب محتاج يقف جنبه، ما يتخلاش عنه ويعمل له بلوك وكده، لانك انت مش هتاخد حاجه معاك في الاخره. واعمل لاخرتك برضه. مش كل واحد مثلا هيلاقي واحد قريب ظروفه وحشه يقول لا لا الغني ده الفقير ده لا هيفقرني، لا انا لما اجي اصاحب واحد غني. لا طبعا يا حبايبي، ما الحاجات دي ما تتعملش مع الاخوات بالذات. الاخوات لا، يشوفوا اخواتهم اللي محتاجين ويقفوا جنبهم. وربنا جعلنا كده كلنا بعض عشان نساعد لبعض. لازم كل الناس تساعد بعضها، ما يبقاش الانسان كده يبص لنفسه وخلاص. فكنت عايزه اقول ايه تاني؟ حتى في القانون في كده حاجه بتقول ايه، الجار اولى بالشفعه. يعني حتى لما تكون انت مثلا ليك جار، ومثلا هتبيع حته ارض او بيت، انت ساعتها هتشوف جارك وهو اولى بالشفعه، هو يبقى احق من حد غريب يشتريها. فاهمني؟ فحته القريب دي في كل حاجه. يعني احنا لازم نشوف القرايب الاول، نبتدي نشوفهم كانوا محتاجين حاجه. وبرضو طبعا ده ما يمنعش ان احنا يعني بجد اللي هيبقى بقى محظوظ وكويس جدا اللي هو يعدل بين الاتنين، يشوف القريب والغريب. يعني يقول ايه، انا ادي قريبي والبي احتياجاته، ونشوف مثلا لو عليه ديون او اي حاجه نساعده في سداد ديونه واقساطه وكده. وفي نفس الوقت لو في غريب اقف جنبه. يعني انا عن نفسي واحده اهو، والله العظيم على قدي وربنا اللي اعلم بيا وكده. يعني لما بشوف اي حد محتاج حاجه في الشارع او كده، والله العظيم حتى لو معيش ربنا اللي عالم انا بعمل ايه. انا مش بقول كده عشان حاجه، ما بقعدش بقى اقول وانا حالتي يعني تنفع قوي المفروض لما بقى معايا فلوس هدي. لا، ما بقولش الكلام ده والله العظيم، لان انا عارفه كويس او مقتنعه 100% اللي ما نقص مال من صدقه. يعني اللي بيدي حاجه ربنا هيعوضه عنها عن قريب، ده اللي انا عارفاه وبلاحظها. يعني كل ما اعملها عن تجربه الاقي ربنا عوضني بحاجه على طول. فاحنا بنتكلم دلوقتي بصفة عامة عشان ما حدش ياخد كلام على حاجة معينة. احنا بنتكلم كمبدأ عام. اي واحد ليه قريب، بس هتلاقي الحوار ده لازم في كل عيلة، محتاج حاجة، فهو يعني اولى ان انت تسأل عنه وتساعده وتقف جنبه، نظرا للظروف اللي هو بيمر بيها والديون اللي عليه والاقساط وكده. والنظر لغلو الاسعار برضه. يعني حتى في ناس مش مديونين ولا عليهم اقساط ولا اي حاجة، بس من كتر الغلو بتاع الاسعار دلوقتي خلاص الناس، حتى اللي ابتدى يعني اللي تلاقيه مقتدر شوية بيعاني من غلو الأسعار. بس يا حبايبي، فلازم ننظر لبعضنا كده بعين الشفقة لينا كلنا، سواء قريب أو غريب. وأي حد برضه غريب طلب منك حاجة وانت في قدر استطاعتك تعملها له، الغريب ده اعملها له ولبيها له، ولك أجر الثواب عليه. أكيد أكيد انت والله حتى لو هتساعد الغريب، مش شرط الكلام ده على القريب بس، انت كمان لو هتساعد الغريب أكيد ربنا إن شاء الله بإذن الله
هيقف جنبك بإذن الله. يلا يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو بقى فضلا وليس امرا، ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. مع السلامة.